والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بس قبل ما تعرف التردد ليا طلبين اتنين عند حضرتك. الطلب الاولاني ان احنا لازم نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وما تخليش اي حاجه تلهيك عن ذكر الله. ده الطلب الاولاني. الطلب الثاني حضرتك لو انت اول مره تشوفنا وتسمعني يا ريت تشترك معايا في القناه ليصل لك منا الفيديوهات الجديده، وما تنساش اشتراك ولايك وشير، وتفعل لنا زر الجرس على كلمه الكل. لو الاشعارات بتاعتنا ما بتوصلكش الغي الاشتراك واشترك معانا تاني، فعل زر الجرس على كلمة الكل. وعندك سببين اتنين لعدم وجود الإشارة عند حضرتك. السبب الاولاني ان ممكن يكون الطبق يكون متحرك من مكانه، او يكون اي حد لعب فيه بسبب الهواء او بسبب مطره او اي حاجه. عندك فيديوهات كتير في صندوق الوصف بتتكلم عن ازاي تستقبل القمر الصناعي النايل سات في اقل وقت واعلى جوده ممكن. ولو انت برضو من هواة الكوره عندك في صندوق الوصف ازاي تستقبل القمر النايل سات مع القمر ياموس في على طبق 70 سم او طبق 80 سم في صندوق الوصف. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ممكن يكون عند حضرتك السلك يكون مقطوع، او يكون صامولة الدش اللي عند حضرتك اللي راكبه في الريسيفر تكون فيها مشكله. عند حضرتك في صندوق الوصف برضو الطريقه الصحيحه لربط ولحام السلك بطريقه سليمه وصحيحه. انصحك تتفرج عليهم. ولو انت محتاج ملف قنوات شوف نوع الريسيفر موجود عند حضرتك، هتلاقي عندك برضو في صندوق الوصف ملفات قنوات لجميع الريسيفرات الموجودة في الوطن العربي.